شاعرنا شاعر الجبل المميز الشاعر أيمن لوقي بحسه الوطني العالي. آه، آه، شاعرنا الغالي بدنا نسألك كم سؤال تشاركنا معنا الهم العام، الهم الوطني. تفضل. سؤال عن الأعراف والعادات والتقاليد، هل تحل محل القانون ولماذا؟ القانون لا شيء. شكرا أستاذ أحمد عماد صاحب قناة المسار الجديد. تحية لكم وللتحية لأبناء الوطن أجمع. عشت وعاش السورية حرة أبية. أستاذ أحمد، لا شيء يعلو فوق القانون، بل القانون هو الفاصل المحق بين المتنازعين، والقانون دوما حيادي. نعم. هل يحقق بحياديته الحق والعدل بين المتخاصمين؟ نعم. هل القانون يعني يكون هو حيادي دائما بين المتخاصمين؟ يتوجب ذلك. سيدي الفاضل، تفضل. هل يعني مش العادات والتقاليد حصرا كثر ما هو السؤال، هل الوجهاء القبليين يكفي للمواطن في جبل العرب الرجوع بحل مشكلته عشائريا؟ هو الحل العشائري مطلوب نظرا للعادات والتقاليد والأعراف السائدة، وخاصة مثلا وليكن في عندنا في جبل العرب. لكن هذا لا يعني أنه فصل بمكان القانون أو حل محل القانون، لا إطلاقا. هل التمسك في الخارج يعني يغني عن الحكومة وإرادة الوطن والمواطن؟ لا، هذا لا يخدم إلا فئات ما مستنفذة ومرتزقة. نعم. سؤال: قرارات الحكومة نعم. دائما كانت إيجابية؟ أكيد لا، كنا نتوقع منها أكثر إيجابيا لمصلحة الوطن والمواطن. نعم. نعم. شاعرنا الغالي، تفضل. ماذا حل بالجولان وما رأيك في الوضع بشكل عام؟ والله الجولان أولا لا يتجزأ من سوريا الأم. نعم. وما جرى من العدوان الغاشم في الأمس وما قبله الأمس، هذه الكارثة العظيمة الحقيقة لأبنائنا، وخاصة ما جرى لأطفال الجولان 12 شهيدا. الحقيقة هنا هذا العدوان الإسرائيلي ليس جديد عليه هذا الموقف والمكرر مع الأسف. وهناك مؤامرات عديدة على هذه الأمة العربية وعلى يدعون الجولان أن الجولان الإسرائيليين أن ما حصل في الجولان هو من سلاح المقاومة. والله هنا يعني أنا لست سياسيا لأدرك هذا الموضوع بشكل يعني مثبت أو موثق أو على وجه صحيح، لكن أنا كشاعر والإحساس الوطني ويعني يعني نحن يعني عدونا قدامنا، بنجي بنمسك دنيتنا نقول والله عدونا ما بنعرف وين، ما نحن شايفين وين. فهي بتحل عمي. فالعدو الصهيوني لا بد ولن يعني يكن أحد غيره معتدي على ما جرى. في هذه المناسبة قلت قصيدة سيدنا الفاضل، هل تسمعنا من هذه الأبيات؟ نعم. حقيقة ما جرى في جولان استشهاد الفتيان رحمهم الله وطيب الله ثراهم. قل جولان حبك في قلبي ووجداني، ينمو ويزهر في شعري وألحاني، كتبت باسمك والآهلين عزوتي في أرض يعرب أشعاري وعنواني. جولان أنت ربيع يزدهي ألقا، وأنت رمز لأفراحي وأحزاني، ويكبر المجد تاريخا ومأثرة، وصوت أكبادنا فيك هز كياني. مسيرة الحق والأبناء تكملها، تمضي إلى النصر ولا تأبح بعدواني، والقلب يعلن عن حبا لك اقتدى، إليك شوقي وللأعداء بركاني، والطير غرد للأغصان أغنية، تبارك الحب والمحبوب جولاني. وأنت تهدي إلى الأجيال ملحمة، توحدنا بلاد العرب أوطاني، توحدنا بلاد العرب أوطاني، والرحمة لشهداء أبناء مجد الشمس. نعم. سؤال أخير: هل الشعر يحاكي الوجدان المباشر للمواطن في محافظة السويداء؟
نعم. أو في الوطن العربي، ما تأثير الكلمة في الشعر؟ الكلمة هي الحقيقة، هي غذاء الروح، تتحدث مع الفكر، تتحدث مع الواقع، تتحدث مع المعركة، تتحدث مع الزوجة، مع الفن، مع كل ما يطرق في عالم الإنسانية. الشاعر هو مجسد للكلمة، مجسد للواقع، هو تاريخ مشرق بكامله. شكرا شاعرنا. نعم. شاعر الجبل العربي نعم. الأشام محافظة السويداء. وقبل أن أختم أود نعم. أن أقول أن تفضل. العدوان الصهيوني لا يهز شعرة في الوجدان العربي القيم، في وجدان الشرفاء في الأمة العربية، نعم. في وجدان الشرفاء في الأمة العربية. شكرا شاعرنا نعم. الغالي أيمن لقي، حياك يعطيك الله. الألف عافية، أهلا وشكرا أستاذ على أحمد وطنيتك أحمد. شكرا الدائمة لك. والمستمرة. شكرا لك أستاذ أحمد أحمد. الله يخليك، مع السلامة.